حبايب قلب ام علاء وعلا، صباحكم فل وهنا. يا صباح التفاؤل، يا صباح الجمال، يا صباح الورد، يا صباح السرور، صباح الطاقات الايجابيه. النهارده فيديو جديد في يوم جديد، يلا بينا نبدا الفيديو. بس عايزه اللي لسه اول مره تدخل على قناتي يلا اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله، ويوصلك فيديوهات ام علاء وعلا اول باول. يلا بينا نبدا الفيديو. طبعا الفيديو النهارده يا جماعه في غرفه النوم بتاعتي، طبعا اول مره انزلها على القناه. خدت مجهود جامد لحد يعني ما زوجي يوافق وكده، فاول مره اصور النهارده ان شاء الله يعني فيديو حلو او مختلف عن الفيديوهات كلها. طبعا النهارده بقى عماله يعني النهارده كان ساقعه جدا يا جماعه، يعني كنا متغطيين ببطانيتين اتنين ونايمه تحت البطاطين عماله متكتكه من الاخر يعني مش ساقعه. مش عارفه، بالليل بيبقى ساقعه عن النهار كتير قوي، لان كمان بيتنا في الريف، يعني في الخضره في الطبيعه في الاراضي الزراعيه، ما حولهوش اي مباني. حوالين الاتجاهات كلها اراضي زراعيه مزروعه. الارض بتاعتنا كده البيت بتاعنا بيبقى متلج جدا، يعني انا برتعش تحت البطانيه طول الليل ما اعرفش ليه. المهم بقى طبعا ايه، احمد ابني بقى كل شويه ايه كان نايم جنبي عشان هو تعبان اليومين دولت، بنيمه جنبي على طول لحد ما ان شاء الله ما يقوم بالسلامه. طبعا عمال يفرك وانا افرك طول الليل مش عارفين ننام لانه كان عندي سخونيه جامده. عمال بقى ينزل ويقوم واقوم واقعد لحد ما خلينا السرير يعني المفرش كان هيقع عليه، فانا قلت لا المفرش بقى شكله مبهدل خالص. رحت شايلاه كده ومنفضاه تنفيضه بقى حلوه ورحت بدأ ايه افرشه تاني. طبعا المفرش نضيف والملايه نضيفه، مش كل شويه اغير. في الشتاء يا جماعه مش لازم نغير الملايات كل يوم، في الصيف مثلا بنغيرها كل يومين، في الشتاء بقى ممكن نغيرها كل 4 ايام كل اسبوع، حسب ما نلاقيها بدات تتسخ بناخدها ايه نشطف الملايه، نشطف الملايه او نشطف المفارش تمام. لكن بدل حاجتك نضيفه وزي الفل بروح فرشاها تاني ومظبطه السرير ومظبطه الدنيا كده. زي ما انتم شايفين بدات بقى ايه ارفع المرتبه. طبعا لو انتوا خدتوا بالكم في الفيديوهات اللي قبل كده، المراتب بتاع السراير بتاع ولادي دي المراتب اساسا اللي انا متجوزه بيها وداخله بيها، اللي هو التنجيد القطن بتاع الريف الايام زمان لما كنا نقعد ننجد بقى والعروسه تنجد والعريس ينجد والكلام ده كله. انما المرتبه دي بقى من اللي هي الايه اللي بتريح يعني. خفيفه بشيلها وحطها وفرشها والكلام ده كله. كده بقى ظبطت السرير وبقت الدنيا جميله ازاي زي ما انتم شايفين. عايزاكم تحطوا لايكات كتير للفيديو، وكمان حابه ارحب بحبايبي اللي اول مره يدخلوا على قناتي. بقول لكم نورتوني وشرفتوني والله. شكرا لكل حد اشترك في القناه، وشكرا لكل حد حط لي لايك. ربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني يا رب العالمين. هاخد بقى الحاجات اللي هي الطرحه، كان في طرحه كده على التسريحه، خدتها عينتها كده علقتها ورا الباب تمام. وبدات كده ايه اظبط الدنيا بقى زي ما انتم شايفين كده. السفره بتاعتي، طبعا السفره بتاعتي يا جماعه في اوضه النوم. انا عايزه بقى يعني مش عارفه اقول لكم ايه، يعني ما تقعدوش تكلموني في التعليقات وتقولوا انت حاطه السفره في اوضه النوم ليه، وينفع السفره في اوضه النوم؟ هي جايه غلطه يا جماعه، اوضه النوم مع السفره هي غلطه عندي في البيت. هقول لكم في فيديوهات اللي جايه ان شاء الله ليه انا حطيت السفره في اوضه النوم، وايه الغلطه اللي عندي في البيت، وايه المشكله اللي انا مواجهاها مع اولادي ومع البيت بتاعي في حكايه السفره مع اوضه النوم. تمام. روقت بقى السفره اهوت، احط بقى ايه علبه المناديل دريت تحتها العلاج عشان يعني يبقى الشكل كده مقبول وما بقاش علاج في كل حته والدنيا ايه مكركبه قدامي. طبعا ايد المقشه انكسرت من ابني تمام، فانا بقى مش عارفه اكنس بصراحه، يعني اعذروني لو انا مش عارفه اكنس. هكنس بس ايه يعني هحاول اكنس قدامكم برضه اهوت. خلصت كده والدنيا بقت زي الفل زي ما انتم شايفين اهوت. ان شاء الله استنوا مني فيديوهات كتيره قوي، استنوا مني بقى زينه رمضان وحاجه رمضان وكحك رمضان وبسكوت وكل حاجه حلوه نعملها مع بعض. هنعمل احلى حاجات واحلى روتينات ان شاء الله. كده الفيديو يكون خلص.